ترى مو إن البنت مو شايفة العلامات الحمراء، إلا تشوفها بعينها، توقف عندها وتتأملها ويمكن حتى تشرحها لصديقتها، وبعدين حتقول لك بس والله أنا أحس إن قلبه طيب. يا بعدي أنت شفت العلامة الحمراء، بدال ما تهربي العلامة الحمراء قدامك لابسة أحمر شايلة لوحة كذا مكتوب عليها اهربي، بدال ما تهربي جلستي تسألي يمكن هذا كان بس ديكور. ترى العلامة الحمراء ما حتجيك دائما كذا كارثة واضحة، أحيانا حتجيك في موقف صغير، كلمة مستفزة، تصرف غريب، طريقة يتعامل فيها مع الناس، كذبة بسيطة، تحكم مغلف بالغير، تقليل من مشاعرك، اعتذار ما وراها تغيير. وانت بدل ما توقفي تقولي لحظة ايش اللي قاعد يصير، حيبدأ عقلك هنا شغل العلاقات العامة. هو مو قصده، يمكن كان معصب، يمكن يومه كان سيء، ترى هو طيب بس ما يعرف يعبر. ما شاء الله عليك، باقي بس تطلعي له حسن سيرة وسلوك من عندك وتوقعيها بيدك بعد. مشكلة مو انك ما تعرفي ان في علامة حمراء، المشكلة احيانا انت تكوني عارفتها وشايفتها قدامك بس ما تبغي تصدقيها، لانك لو صدقتيها معناه انك لازم تاخذي موقف، والموقف هنا معناه احتمال انك حتخسري الشخص عاجبك، وهنا يبدا العقل حيشتغل ضدك. طيب يمكن حيتغير، يمكن انا استعجل، يمكن حيتغير لو اعطيته فرصه ثانيه، يا بعادي يمكن هذه لو زرعوها ترى ما خضرت. خلينا نتفق على شيء، مو كل غلط معناه ان هذه علامه حمراء ولازم توقفي عنده وتاخذي موقف، لا، كلنا نغلط وكلنا في بعض الاحيان نتصرف تصرفات بايخه. الفرق مو في ان الشخص غلط، الفرق في ايش حيسوي عقب الغلط. هل يعترف؟ هل يفهم؟ هل يصلح موقف؟ هل يتغير؟ ولا كل مرة حيسوي فيها مصيبة ويكسر خاطرك ويدعس على أم كرامتك حيجيك يقط لك كذا كلمتين حلوة مع كلمة آسف، خلاص لا تزعلي ولا تكبري الموضوع وحنا نقفل على القضية خلاص. ترى لا تزعليها، ما هي إصلاح، يتكسر لك خاطرك وبعدها اعتذر وبعد أسبوع رجع كسر نفس الخاطر بنفس الطريقة. ترى هنا أنت مو محتاجة جلسة حوار جديدة، أنت محتاجة تلاحظي إن النمط هذا قاعد يتكرر. العلاقات ما تنقاس بأجمل يوم فيها، تنقاس بالشيء اللي قاعد يتكرر فيه. برضو لا جاك الغيرة لابس لك ثوب الحب، ما أحبك تخرجي مع فلانة، ما أحبك تلبسي الشيء هذا، مين اللي كلمك؟ ليه تأخرتي؟ ليه ما رديتي؟ عقبها حيقول لك أنا غار عليك عشان أحبك. لا يا بعدي، الحب ما هو نظام مراقبة بكاميرات كأنك قاعد في FBI، ما هي علاقة هذه، إيش ده؟ داخلين مطار حنا؟ مو داخلين علاقة، داخلين مطار. لأن الغيرة شعور، أما التحكم سلوك، فرق بينهم. الشخص ممكن يغار، هذا شيء طبيعي، أنك تغارين على حبيبك زوجك هذا شيء طبيعي. أما أنه يحاول يصير مدير فرع في حياتك هذا شيء ما هو طبيعي ولا هو عادي، وأنه يفتش جوال، مين اللي حتتكلمي ومتى حتتكلمي ومتى حتقابلي صديقتك ومتى حتقابلي أهلك، وإذا كل ما حطيتي حد قال لك لو تحبيني ما كنت سويتي الشيء هذا، فأحب أبشرك هذا مو حب، هذا ابتزاز عاطفي. في علامة كثير يطنشوها وهي أهم علامة، كيف يتعامل معك وقت الزعل. وقت الرومانسية تشوفين كل الناس ملائكة وقاعدة تطير في السماء، الكلام الحلو والضحك كثير والوعود جاهزة، لكن استني أول خلاف، هنا حيطلع لك الإصدار الحقيقي. هل يقدر يختلف معاك بدون إهانة، بدون صراخ، بدون تهديد، بدون تجاهل متعمد، بدون تطبيق الصمت العقاب، بدون ما يستخدم أسرارك ضدك، بدون ما يحاول يبتزك أو يخوفك من خسارته؟ لأن الشخص اللي ما يعرف يحترم حدودك وهو زعلان، لا تجي تقولي لي بس يوم يكون رايق تراه مرة حنون وطيب وقلبه ما في زيه. طبيعي جدا، كل أبونا يوم نكون رايقين نكون طيبين بزيادة وحنية ودلع ومدري إيش. المهم الاختبار الحقيقي كيف يكون هو معصب، مو يوم يكون رايق. كلميني كيف يكون معصب، كيف يتعامل معك يوم يكون معصب. انتبهي للشخص اللي يقلل منك تحت مسمى المزح، كل ما راح يقول لك ترى أنا أمزح معك وهو أصلا متعمد كل مسحة كانت على شكلك، شغلك، أهلك، طموحاتك، مستقبل، وبعدين لا زعلت حيقول لك يا ساتر أنت مرة نكدية خلاص ما عاد نمزح معك كذا، ابتزاز عشان يحملك الذنب أن أنت النكدية، ترى هذا كان مسح عادي بس أنت اللي مكبر الموضوع. طيب أنت ما تعرف تمزح اللي في كرامتي، راح أمزح مع الجدار لعنة بوجهك. والأخطر من هذا كله الشخص اللي يخليك تشك في نفسك، تقولي له الشيء هذا ترى ضايقني، حيقلب الموضوع عليك ويقول لك ترى انت حساسه بزياده ومكبره الموضوع علامك، انت دايم بتفهمي غلط، انا ما عاد اطيق العيشه هذه. الين مره ومرتين وثلاثه وعشرة لين توصلي مرحله انك فعلا تبدي تشككي في عقلك وتقولي يمكن انا المشكله، يمكن السبه انا. لا يا بعدي، ترى مو كل احساس عندك يحتاج محكمه استئناف. اسمعي نفسك، بس مو معناه ان كل شعور عندك هو صحيح 100%، لكن اقدر اقول لك شعورك 99% صحيح، ما هو 100%، شعورك 99% صحيح. فافهمي شعورك ولا تغفلي عن ذنك. في علامة من النوع الفاخر، الشخص اللي ما يتحمل مسؤولية أخطائه، كل شيء صار في حياته بسبة غيره، علاقته السابقة فشلت بسبة حبيبته، شغله
شغله ما هو كويس بسبة مديره ولا غلط عليك، برضه أنت السبب، أنت اللي استفزيتيه ولا هو ما كان يتعامل معك بالطريقة هذه. عجيب يعني، هو ما شاء الله عليه ملاك منزل والكون كله متآمر عليه. إذا الإنسان ما قدر يقول إن أنا خطيت ويتحمل مسؤولية خطأ بدون ما بعدها يحط لك 4 أعذار، هنا أحب أبشرك إنك في المستقبل حتتحملي مسؤولية راحته، مزاجه، غضبه، حتى يوم يخطي معك حتكوني مسؤولة عن كل شيء. وأحيانا العلامة الحمراء مو في الشيء نفسه إلا في الشيء اللي يخليك تصيري عليه. إذا من يوم ما دخل حياتك وأنت متوترة، بديتي تشكي زيادة، تخافي تتكلمي، تخافي تطالبي بحقوقك، تحسبي كل خطواتك، تراجعي رسائلك 1000 مرة قبل ما ترسليها، تخافي من كلمة الله عشان لا يزعل ويسحب عليك ويشيل قشه ويمشي. هنا أبغاكي توقفي شوي وتسألي نفسك، هل أنا أحب الشخص هذا ولا أحب النسخة اللي أتمنى إني يصير عليها؟ لأن العلاقة الصحية ما حتخليكي تمشي على أطراف أصابعك طول الوقت. وفي النهاية لا تستني العلامة الحمراء تصير حريق عشان تصدقيها وتشيلي قشك وتمشي. مو لازم الشخص يخونك أو يهينك أو يسوي لك مصيبة عشان تقولي خلاص أنا هنا فهمت هذا الشخص ما يناسبني، أنا حشيل قشي وأمشي. أحيانا نمط صغير يتكرر كفاية، إحساسك بعدم الأمان كفاية، عدم الاحترام كفاية، التلاعب كفاية، التحكم كفاية، الكذب المتكرر كفاية إنه يخليك تستوعبي إن هذه علامة حمراء أنا لازم أوقف عندها وانسحب من العلاقة هذه، لأن الشخص هذا ما عاد يناسبني. مو لازم تكملي حياتك عشانك خسرتي أول 2 لازم تخسرين 50 سنة ثانية عشان حضر جنابك ما تبي تفرطي في ال2 هذه، فرطي بالسنين هذه اللي لعبوها. يكفي إنك تحسي من العلامات الصغيرة اللي قاعدة تتكرر في العلاقة إن هذا الشخص ما يناسبك. مهما كان طول العلاقة، مهما كان المدة الزمنية اللي قضيتيها في العلاقة هذه، انسحبي لو شفتي العلامات هذه قاعدة تتكرر. مو عشانك خسرتي 1 ولا 2 ولا 10 تبي تخسري 20 سنة ثانية عشانك ما تبي تفرطي في ال10 سنوات اللي مضت، ولا يعني مدة السنين. فلا تسمحي لنفسك إنك تتمي في علاقة بس عشان تجمع ملف أدلة من 87 صفحة بس عشان تثبتي حق نفسك طيب دحين يمديني أمشي لأن الشخص هذا فعلا ما هو مناسب لي. حبيبتي من أول علامة حمراء لازم ما تطنشيها. علامة حمراء قاعدة تكرر داخل العلاقة، لأن لا الشيء كان يتعبك ويستهلك ويخليكي كل يوم قاعدة تراقبي تصرفاتك ويخليكي كل يوم تدافعي عن سبب استمرارك. يمكن المشكلة مو إنك ما أعطيتيه فرصة كفاية، المشكلة إنك أعطيتيه فرص أكثر من اللازم، حطك القفلة. العلامة الحمراء لا تجاهلتيها مرة حتكون غلطة، مرة مرتين ممكن، لكن إذا كل مرة شفتيها وحتقولي معليش يمكن يتغير، فهنا المشكلة مو في العلامة، المشكلة إنك قاعدة تفاوضي نفسك عشان ما تمشي. وأحيانا أصدق جملة ممكن تقوليها حق نفسك، أنا شفت العلامات هذه من البداية بس عييت أصدقها. ومن هنا حيبدأ قرارك الحقيقي. وصلت.